هل ممكن علاج الحبوب هو اللي يزود الحبوب؟ وهل ممكن الايزوتريتينوين الشهير بالنت لوك يبوظ وشك؟ احذر، قبل ما تبدأ الايزوتريتينوين لازم تسمع قصة عزيز. اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهاردة هنحكي قصة مستر عزيز اللي وشه اتملى بقليظ. مستر عزيز يا معلم شاب عنده 18 سنة، دخل عليا العيادة ومعاه مامته وباباه، والحقيقة اول ما دخلوا العيادة انا حسيت ان الموضوع كبير ووراه لف وبهدلة كتير، لان عزيز وشه ما كانش بس فيه حبوب، يا عيني ده كان متبهدل على الاخر. واول حاجة قالتها والدته: الحقنا يا دكتور، احنا زهقنا بقى من اللف على الدكاترة بقالنا 4 سنين، والواد وشه متبهدل وخلاص، يعني دخل تربية انجليزي وهيبقى مستر انجليزي قد الدنيا، ما ينفعش يبقى وشه كده. وهنا تدخل الاب المصري الاصيل بحسه الفكاهي المعروف وقال: مدرس ايه يا ستي بوشه ده؟ الواد مش محتاج عصايه عشان يخوف العيال، كفايه يبص لهم وهيترعبوا. متشكرين يا حاج على التعليق، والله كلك تنمر. وام عزيز تدخلت هنا عشان تلم الموقف وبدات تحكي رحله المعاناه. بص يا دكتور، احنا تعبنا، حرفيا تعبنا، بقالنا 4 سنين بنلف على الدكاتره والولا وشه متبهدل ولا كانه راجع من الحرب. كل يوم نروح لدكتور شكل واحنا بنمشي على العلاج بالملي، الواد يتحسن اسبوعين بس وتقوم الحبوب راجعه عامله حفله في وشه تاني.